الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد ببدني ثوبا فقلت له إذك بالله أبت من الثوب فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اور ایک صلوات بھیجے محمد والے سلام اللہ علیہ ومکانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرت أبواه فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قال فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرت أبواه فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت الكساء قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها وما ولديك نعيم تحت هذا الكساء تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء
والكساء وقلت السلام عليك يا فتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما كملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا فلكا يدور ولا بين يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت نبوته ومعدن رسالته وهم فاطمة وأبوها وبنوها فقال جبريل رب أتأذن لي أن أبيت الأرض لأكون معهم ثالثا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا فلكا يدور ولا بين يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد وزن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا صلوات ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وأخذتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليه السلام والله فزنا وسوينا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا إلى بالكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله صلوات إلا وفرج الله همه والمغموم إلا وكشف الله
غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال ليزم الله حزنا وسويدا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات پر تیرے محمود کی قسم جس نے بنا کے خیالات پیغمبری مجھے ہر خوش کو طلبہ کی ہے دعوت تیری مجھے جس نے مجھے مرقع عصمت بنا دیا کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا وہ ذکری صدی سے کسا کا جہاں جہاں فرش زمین کی جس کسی منزل میں بے گما جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مقاصد میں کامران نازل ہو ان پر رحمت خلاق دو جہاں گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو با یقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامیاب بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں مومن بھی کامران ہوگے اور ہم بھی با یقین ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب سب پیشے خدا ہے بارات دیکھو خدا کی شانی کرم کے ہزارات پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ جنت کی شہزادی دنیا کا واسطہ پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا میرا جی عرش پاک جسے تو نے کی عطا بہرے زوات پنجتن اے رب پاک ذات اہل ولا کو دے غم عالم سے نجات وقت اجل زبان پر نہ دے علی رہے دل پر ولی کے نام کا نقش جلی رہے سردی کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو عظمت عالیات کی زیارت نصیب ہو اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق الفاطمة وانت بادر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت عظيم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام